بعد إذنك اعمل إعجاب للفيديو واشترك في القناة. صاحبة القصة بتقول: أنا من القاهرة وعندي 30 سنة وبشتغل دكتورة في صيدلية من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 2 الظهر، وجوزي بيشتغل مهندس في شركة من شركات الاتصالات وبيبات كتير برا البيت، يعني ممكن يقعد بالأسبوع مسافر لأن شغله بيكون في محافظات بعيدة. علاقتي بجوزي آخر فترة بقى كلها فتور، وجوزي مش شايف ومش بيفكر غير في الشغل بتاعه وبس، ومهملني جدا أنا وبناته. وكلمته أكتر من مرة في الموضوع ده، وكل ما كلمه يقول لي غصب عني ومشغول، وكان بيتحجج بأي حاجة لحد فعلا ما بقتش أكلمه تاني في الموضوع ده، واعتبرته أصلا مش عايش معانا علشان نفسيتي ما تتعبش. أنا معايا بنتين، وطبعا أنا اللي بتولاهم ومسؤولة عنهم في كل حاجة، لأن يعتبر أبوهم مش موجود معانا. ومن فترة كنت قاعدة بتكلم مع واحدة صاحبتي عن البنات وكده، وإن هم معظم الوقت بيكونوا قاعدين لوحدهم، وفي نفس الوقت عاوزة أخليهم يلعبوا رياضة تفيدهم. صاحبتي قالت لي أنا كنت بودي ابني لمدرب ممتاز جدا عنده صالة خاصة بتاعته بيدرب فيها كاراتيه، وابني كان بيحبه جدا. قالت لي بس مشكلته حاجة واحدة بس. قلت لها إيه هي؟ قالت لي إن هو بعيد شوية عننا. قلت لها مش مهم، أنا كده كده معايا العربية، هبقى أروح أوديهم واستناهم واخدهم بعد ما يخلصوا. قالت لي طب ثواني أشوف لك رقم. طلعت الموبايل بتاعها وفضلت تدور على الرقم بتاع المدرب ده لحد ما لقيته واديتهوني، وسجلت رقم الموبايل بتاعه عندي، وقلت لما أروح البيت هبقى أكلمه. روحت البيت في اليوم ده الساعة 2:15، كانوا البنات لسه ما رجعوش من المدرسة. رحت متصلة بالمدرب علشان أعرف إيه نظام الحضور وسعر الاشتراك بتاعه. فضل يرن لحد ما الجرس فصل وما ردش عليا. قلت أكيد يا إما نايم أو يا إما مشغول، وما اتصلتش بيه تاني. كانوا البنات رجعوا من المدرسة، حضرت لهم الغدا ودخلوا ناموا، وأنا خرجت قعدت أتفرج على مسلسل في التلفزيون. وبعدها لقيت موبايلي بيرن، ببص لقيت رقم المدرب اللي أنا كنت بتصل بيه. رحت وطيت صوت التلفزيون ورديت عليه. قال لي الرقم ده رن عليا، مين حضرتك؟ قلت له أنا كنت بسأل على مدرب كاراتيه، وفي واحدة زميلتي ادتني رقم حضرتك. قال لي أهلا وسهلا بحضرتك، بس أنا والله في أيام المدارس مش بدرب علشان دراستي. قلت له هو أنت لسه بتدرس؟ قال لي أنا في كلية تجارة في سنة 4. قلت له ربنا يوفقك، خلاص مفيش مشكلة. طيب تعرف حد تاني ممكن يدرب البنات؟ قال لي بصي أنا يعني يعتبر في المكان اللي أنا فيه ده مفيش غيري، عموما بصي أنا ممكن أدربهم لو هنزل ساعة كده كل كام يوم ولا حاجة، هدربهم هم، بس مفيش مشكلة. أنا كده كده عندي الصالة بتاعتي وفي بيتنا، وأنا برضو محتاج إني أتدرب أنا كمان، لأن بقالي كتير ما اتدربتش وما بحبش جسمي ياخد على الراحة. اليوم اللي كنت بكلمه فيه ده كان يوم الأربعاء، وقال لي خلاص هبعت لحضرتك اللوكيشن وتجيبيهم بكرة الساعة 7 بالليل. قلت له طيب سعر الاشتراك كام؟ قال لي مش هنختلف، لما حضرتك تشرفيني هنتكلم. قلت له تمام، وبعت لي العنوان واللوكيشن على الموبايل بتاعي. تاني يوم خدت البنات ونزلت الساعة 6:30، وخدت العربية ومشيت على اللوكيشن، وقعدت حوالي نص ساعة في الطريق لحد ما وصلت عند البيت. البيت كان في شارع هادي جدا وشارع صغير قوي، وكان شارع سد، يعني كانوا عمارتين بس اللي في الشارع. ركنت العربية قدام البيت ورحت متصلة بيه، قلت له أنا وصلت. قال لي طيب أنا نازل لحضرتك دلوقتي. وأنا واقفة قدام مدخل البيت لقيته نزل، وقفنا اتكلمنا سوا. عجبني أسلوبه جدا، وكنت حاسة إن أنا مش واقفة بتكلم مع شاب لسه بيدرس، لأ، أنا كنت حاسة إن أنا واقفة قدام راجل.
واتفقنا على سعر الاشتراك والمواعيد وكل حاجة، وراح قال لي هنبدأ أول حصة النهاردة طالما جيتوا، وتعالي اتفضلي. وراح فاتح باب شقة في الدور الأرضي ونور النور، وقال لي هي دي بقى الصالة بتاعتي اللي أنا بدرب فيها. وكانت عبارة عن صالة كبيرة بمساحة البيت كله. وراح قافل الباب بتاع الصالة وجاب لي كرسي علشان أقعد، وراح واخد البنات وبدأ يعلمهم. وأنا كنت قاعدة بتفرج عليه ومعجبة جدا بشخصيته وأسلوبه وطريقة كلامه معايا، لدرجة إن أنا حسيت إنه إنسان حنين جدا من تعامله مع البنات. وروحت اليوم ده وأنا حاسة إني مبسوطة جدا، وما كنتش أعرف إيه هو سر انبساطي ده. وبقيت أحس إن أنا محتاجة أروح للمكان ده تاني عشان أشوف المدرب بتاع البنات. والمفروض إننا كنا متفقين على يومين في الأسبوع. رحت متصلة بيه وقلت له على فكرة البنات بيشكروا فيك جدا ومبسوطين قوي، وعاوزين نخليها 3 أيام في الأسبوع بدل يومين. قال لي بس والله زي ما أنا كنت قايل لحضرتك إن أنا أصلا مش بدرب وأنا في الدراسة، بس عشان خاطر البنات ومامتهم أنا عينيا ليكوا. أول ما سمعت منه كلمة مامتهم حسيت إن قلبي اتنفض من مكانه. حسيت إن قلبي كان مدفون وعليه تراب كتير قوي، وفجأة اتنفض وبقى عايش. وبقيت استنى ميعاد الحصة بتاعة البنات بفارغ الصبر عشان أروح وأشوفه. بس بيني وبين نفسي ما كنتش عاوزة أبين له حاجة، بس فعلا ما كنتش قادرة، لأن أقل كلمة منه كانت بتخليني طايرة في السما من السعادة. لحد ما حصلت حاجة وحشة جدا خلتني ما اروحش عنده، وهي إن بنتي وهي نازلة على سلم المدرسة للأسف وقعت ورجليها اتكسرت واتجبست. وللأسف قعدت شهر ما وديهمش، واتصلت بيه وعرفته إن أنا بنتي رجليها اتكسرت ومش هقدر أجي غير لما تخف. لقيته بيتصل بيا يوميا ويطمن عليها ويكلمها، لدرجة إني حسيت إنه بقى واحد مننا من كتر سؤاله واهتمامه بينا. وبقيت أقول في سري يا بخت اللي هتتجوزك، والله هتعيش أسعد أيام حياتها بسبب اهتمامك بيها وحنيتك عليها. وخلال الشهر ده كمان بقيت أطمن عليه وعلى مذاكرته ودراسته، وبقينا قريبين من بعض جدا جدا. وبعد ما رجل بنتي خفت اتصلت بيه وقلت له أنا هجيلك. قال لي بس خلي البنت اللي لسه فكة الجبس دي ترتاح شوية وهاتي البنت التانية بس. قلت له خاطر، وفعلا رحت له أنا وبنتي التانية. أول ما شفته في مدخل البيت والله العظيم كان نفسي أحضنه، والأول مرة ألاقي نفسي بمد إيدي وأنا واقفة قدامه عشان يسلم عليا. أول ما مسك إيدي أنا فعلا ما كنتش عاوزة يسيبها، وحسيت إن أنا اتسمرت مكاني. أول ما بنتي شافت الموقف رحت قلت لها ادخلي انتي جوه. وبعد ما دخلت وهو ماسك إيدي قلت له أنا عاوزة أقول لك على حاجة، بس مش عارفة ينفع أقولها لك هنا ولا لأ. قال لي إيه هي؟ قلت له لأ مش هينفع دلوقتي، لما أروح هبقى أبعتها لك. قال لي ماشي. ودخلنا الصالة وبنتي خارج الحصة بتاعتها ومشينا. وأول ما روحت البيت رحت بعتاله رسالة على الموبايل كتبت له فيها كنت وحشني قوي. لقيته رد عليا وقال لي وانتي كمان كنتي وحشاني. ما كنتش مصدقة رده عليا واني فعلا كنت وحشاه. رحت متصلة بيه وفضلنا نتكلم كتير قوي، واعترفت له اني من اول ما شفته وانا معجبة بيه جدا، رغم ان انا متجوزة، بس ما اعرفش ايه اللي بيخليني مبسوطة وانا معاك. قال لي وانتي اصلا اللي يشوفك ما يقولش عليك انك متجوزة خالص. وبعد ما اعترفنا لبعض اننا بنحب بعض بقيت له انا وبناتي صالة التدريب، وبصراحة بيبقى نفسي في حاجات كتير معاه. نفسي اقرب منه، نفسي اخده في حضني،
نفسي أسمع صوت نفسه. قعدت أفكر في أي حاجة تخليني أكون قريبة منه. رحت دخلت المطبخ اللي موجود في المكان وندهت عليه. راح جالي. قلت له خلي البنات يعملوا أي تمرين، المهم ما يتحركوش منه، وتعالي علشان عاوزة أقولك على كلمة سر. راح فعلا خرج لهم وجالي، لقاني فرداله إيدي وفتحاها. لقيته راح حاضني جامد جدا، حسيت إن عظمي هيتكسر. قلت له إيه ده بالراحة؟ قال لي تفتكري في شاب زي كده قدامه واحدة زي القمر زيك وكمان في حضنه، تفتكري هيحضنها ازاي؟ قلت له انت مدرب وانا بسكوتة ضعيفة، بالراحة عليا. قال لي حاضر. وبقيت كل مرة اودي بناتي ونتقابل انا وهو كده دقيقة ولا دقيقتين في المطبخ، لاننا بنكون مشتاقين لبعض قوي وبنفضل نحضن ونبوس في بعض جدا. لحد ما في مرة قلت له مش هينفع كده، مش هينفع نكون في عز الاشتياق والحب ده وتخرج وتيجي كل شوية. أنا عاوزاك يوم ليا لوحدي. قال لي عاوزة إيه طيب؟ قلت له المرة الجاية أنا هجيلك لوحدي من غير البنات. واتفقنا فعلا على كده، وفعلا رحت له المرة اللي بعدها لوحدي. أول ما دخلت وقفل الباب بتاع الصالة كنت لابسة جيبة وبلوزة، قلعتهم وكنت لابسة تحتهم قميص اسود قصير. أول ما شافني حسيت إن هو اتجنن ومش مصدق اللي شايفه قدامه. راح واخدني ومنيمني على الأرض وفضل يبوس في كل حتة فيا. حسيت بالظبط إن في واحد محروم وعمره ما داق طعم اللحمة، وفجأة اللحمة كلها بقت قدامه. كنت حاسة إن هو بياكلني مش بيبوسني. خلاني دخت وتعبت جدا وبقيت عاوزاه قوي. بقيت أشده ليا علشان يكمل، لأني ما كنتش قادرة استحمل اللي هو بيعمله. ورحت قايمة وخليته ينام على ظهره، ورحت قاعدة وأنا بنزل بالراحة. حسيت بمتعة عمري ما حسيتها قبل كده من جوزي، لدرجة إني حسيت إنه بيقطعني من جوه من جماله. لحد ما ارتحت وهو كان لسه كل ده مرتاحش، وفضل معايا حوالي ساعتين لحد ما خلاني خلاص دايبة ومش قادرة أروح حتى سوق العربية، ولا قادرة أمشي على رجلي من اللي عمله فيا. الكلام ده حصل بينا الأسبوع اللي فات ده، وأنا حاسة إني بقيت أحتاج له هو ومش محتاجة لجوزي خالص. حاسة إني أدمنته هو، وإني مش بتبسط أو ببقى سعيدة أو أتمتع إلا منه هو، ومش عارفة أعمل إيه. أنا نفسي علاقتي بيه تفضل مستمرة، لأن سعادتي كلها معاه هو. المشكلة إن جوزي الأيام اللي فاتت دي بقى يروح الشغل ويرجع في نفس اليوم، وأنا هتجنن واروح له تاني ومش عارفة أعمل إيه. أنا جوزي مش مخليني محتاجة فلوس أو أي حاجة، بس مخليني محتاجة الحب وحنان واهتمام، وخلاني أدور عليهم برا لحد ما لقيتهم، وما بقيتش عاوزة حاجة غير إن جوزي ما يكونش موجود في حياتي علشان أعرف أعيش حياتي زي ما أنا حابة. بس كل خوفي واللي مصبرني على وجود جوزي في حياتي هم بناتي. أنا هتجنن لأنه وحشني جدا، ومش عارفة أروح له ومش عارفة أعمل إيه، ومش هقدر أهدى أو أصبر نفسي بأي حاجة، لأن محدش يعرف هو وحشني قد إيه ونفسي فيه قد إيه. أنا عاوزة نصيحة من الناس اللي أكبر مني واللي ممكن يكونوا عرفوا حد مر بنفس اللي أنا بمر بيه، ينصحني في التعليقات ويقولي أعمل إيه علشان أعيش شبابي وأنا مبسوطة. دي كانت رسالة أحد المتابعين على رسائل صفحة الفيسبوك، ومحتاجة منكم نصيحة. اللي عنده نصيحة ينصحها بيها ياريت يكتبها في التعليقات، وهي هتشوف كل التعليقات بتاعتكم. واللي عنده أي قصة أو مشكلة ومحتاج يعرف آراء الناس فيها يبعتها لنا على رسائل الصفحة، وإحنا هنعرضها للناس.